السلام عليكم ورحمة الله. الفنان محمد رمضان يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صفعه لشاب في الساحل الشمالي بالقلم. يا ترى ايه اللي خلى محمد رمضان يصفع هذا الشاب بالقلم؟ وخصوصا ان محمد رمضان كان من فترة بيلمح على قصة صفع عمرو دياب للشاب في الفرح انه عيب والجمهور له حق علينا. يا ترى ايه اللي عمله هذا الشاب ليخلي محمد رمضان يخرج عن اعصابه ويصفع هذا الشاب؟ يلا بينا نشوف الفيديو وتعرفوا على هذا السبب. محمد رمضان كان ماشي في الساحل وكان مجموعة من الأشخاص حبوا يتصوروا معاه كمعجبين. طبعا الولد ده مسك التليفون وحب يتصور مع محمد رمضان، ولكن محمد رمضان كان غضبان وكان حب ان هو ياخد التليفون من الولد ويمسح الفيديو. الولد مرضيش فمحمد رمضان ضربه بالقلم، والولد حاول يردله القلم ولكن فشل. أما عن أول رد من الشاب المصفوع من محمد رمضان في الساحل لموقع تليجراف، اسمه كريم شلبي وعمره 17 سنة، بيقول انه صور فيديو مع محمد رمضان واستفزه الاول لما قاله في الفيديو محمد حمضان. الشاب شايف انه كان بيهزر مع رمضان عشان اللقب ده منتشر، لكنه فوجئ ان الفنان قفش، عشان كده محمد رمضان ضربه، والولد بيقول مهمنيش غير انه يردله القلم. ولكن ماذا فعل محمد رمضان بعد هذا الموقف؟ بعد تداول فيديو صفعه لمعجب، محمد رمضان ينشر فيديو له مع المعجبين. فأول ردة فعل على الفيديو المتداول للممثل المصري محمد رمضان، والذي تشاجر فيه مع أحد المعجبين بعراق بالأيدي. نشر رمضان عبر حسابه على انستجرام وهو يلتقط الصور مع معجبيه بترحاب، واختلفت التعليقات على الفيديو ما بين المشاهدين بسلوكه مع الجمهور ومن انتظر منه ردا على واقعة شجاره مع أحد المعجبين. هي دي نهاية الفيديو، وده كان خبرنا. يا ريت تعلقولي وتقولولي هل متفقين مع سلوك الممثل أم تختلفوا معي. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.